ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف خير. انا اسمي سوسنة. لو اول مره تشوف القناه لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل ترمس. بصراحه ما طبختش فقلت نعمل ترمس مع بعض، ان شاء الله يعجبكم الوصفه. ادي معاي كده، ده بصراحه حلو مش مر. انا دقته يعني ما احتاجش ان انا حتى اغير الميه كتير. هاخد نص الكيس كده. ده كان بالليل امبارح نقحته، بعد ما غسلته كده حطيته غسلته اديته غسله حلوه. بعد كده حطيت عليه ميه وخليته بيت لغايه تاني يوم. بعد كده تاني يوم هجيب حله فيها ميه واحط الترمس اخليه يغلي يستوي معايا. حط الترمس هيطلع ريمه كده. ده تاني يوم الصبح هيطلع ريمه كده. بعد ما يبتدي يغلي نشيل الوساخه اللي بتطلع منه. بعد كده نغطي عليه ونحطه على نار هاديه لغايه لما يستوي خالص. انا عايزاه يستوي خالص. وبعد كده بعد ما يستوي خالص اصفيه من الميه واحط له ميه بارده جديده. وانتي دوقي، بعد مرات في ترمس بيكون مر فبيحتاج يتغير كل شويه. انا بتاعي بصراحه الماركه دي كويسه حلوه مش مر، لان حتى بعد ما استوى كده خالص دقته ما كانش فيه مرار، فما احتاجتش ان انا غيرت له يمكن 4-5 مرات ميه بس، فكان اوريدي هو يعني مش محتاج. انا طبعا زي ما شايفين بشيل الريمه كده، وده كله على نار عاليه. وبعد كده بطيته هنا خلاص طاب، فهروح اصفيه. وزي ما قلت لك تحطي ميه بارده، وكل ما تخش المطبخ غيري عليه. بس انتوا دقي، انا قلت لك بتاعي ما كانش فيه. شايفه الميه الصفرة دي؟ انت كل ما تغير الميه دي هتبقى بيضه. فهنا حطيته وبعد كده ملحي على راحتك، وطبعا كل واحد وذوقه. فهنا حطيت ميه وخلاص كده بقيت اغير عليه طوالي. ده خلاص كان اخر حاجه. انا هنا هحط الملح، وحتى دقت منه وجبت منه شويه اكل. فاتمنى لو الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.